لإلهام الظهر أسفل الشاشة. وفي عملية نوعية لعناصر الشرطة تم توقيف مشتبه به تنكر في زي امرأة ترتدي جلبابا في محيط مقر مجمع النهار، حيث وبناء على معلومات قدمها مواطنون كانوا متواجدين أمام المدخل الثاني لحديقة التسلية قرب منطقة النشاطات سعيد حمدين، تم اعتراض ومحاصرة المشتبه به الذي كان يحمل كيسا مشبوها، وتم توقيفه على الفور. ويتواجد المشتبه به حاليا محل تحقيق بمركز الشرطة، فيما لم يتسرب أي شيء حول طبيعة ما كان يحمله في الكيس. العملية التي جرت أطوارها على بعد أمتار من المدخل الرئيسي لقناة النهار أحبطت بفعل يقظة أعواني الشرطة الذين حاصروا المشتبه به في أقل من دقيقة بعد الإبلاغ عنها. كل واحد يدور، شوف كل واحد يدور، شوف كل واحد يدور. هذه الصور إذن تصلنا حصريا. شريط فيديو ثاني يظهر لحظة إلقاء القبض على المشتبه به بالقرب من مدخل حديقة التسلية الثاني بمنطقة النشاطات سعيد حمدين، حيث تم اعتراض طريقه ومحاصرته من قبل أعوان الشرطة الذين وصلوا إلى عين المكان في وقت قياسي وفرضوا طوقا أمنيا لإلقاء القبض عليه، وهو الآن محل تحقيق بمركز الشرطة. لم يصلنا إلى حد الساعة أي جديد بخصوص ما يوجد داخل الكيس المشبوه الذي كان يحمله وهو متنكر في زي امرأة وهو يرتدي جلبابا.